بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. في هذه المادة بحول الله عز وجل سأقف عند الخطاب الذي ألقاه الخليفة الخامس للميرزا غلام أحمد القادياني لكي نفضح هؤلاء ونبين أنهم ليسوا على شيء، وأنهم حثالة مدغدغي مشاعر لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ونقرأ تناقضا أولا، ثم بعد ذلك تكون لنا ملاحظات تتبعية لتلك الخطبة التي تقدم بها الغلام أو عفوا حفيد الغلام ميرزا إلى العرب بزعمهم. في الصفحة الأولى في الرئيسية نقرأ خليفة المسيح الخامس يوجه رسالة تاريخية للعرب باللغة العربية بمناسبة الذكرى 25 بعد 100 على تأسيس الجماعة الأحمدية. ثم كتبوا: وجه إمام الجماعة الأحمدية العالمية خليفة المسيح الخامس حضرة ميرزا مسرور أحمد رسالة تاريخية لأبناء الجماعة بمناسبة الذكرى 25 بعد 100 لتأسيس الجماعة الأحمدية، وذلك يوم الأحد 23 من شهر مارس سنة 14 و2000. وكتبوا: وللمرة الأولى ألقى حضرته كلمته كاملة باللغة العربية لغة القرآن الكريم. وها هنا تناقض، فكتبوا يوجه رسالة تاريخية للعرب، ثم بعد قليل أو بعد ذلك بسطر يقول إن الرسالة موجهة لأبناء الجماعة، كأنهم يشعرون الناس أن جميع العرب ميرزائيون، وأن جميع العرب مؤمنون بنبوة الميرزا غلام أحمد القادياني. ولكن الأمر الواقع أن العرب ليسوا كذلك، وأن قليلة من العرب هم الذين آمنوا بنبوة الميرزا غلام أحمد القادياني. وأنا أحدثكم من المغرب، والقاديانيون لا يتجاوزون 1000 بحال من الأحوال، لا يتجاوزون 1000، وبحسب ما أخبرني به أبو عمر مشرف غرفة القاديانيين والميرزائيين على البالتوك فإنهم 200 تقريبا، 200. فكيف بعد ذلك يسوغ لهم أن يقولوا إنه يوجه رسالة تاريخية للعرب باللغة العربية، ثم بعد ذلك باللغة العربية ونسمع الغلام، نسمع ميرزا مسرور ويحدثنا بلغة أقل ما يمكن عنها أن يقال إنها لغة مهلهلة، لغة مهترئة، لغة مريضة بجميع أنواع الأمراض التي أصيب بها الميرزا غلام أحمد القادياني. فلغة خطاب مسرور لغة تسيل بولا، لغة مسلولة أصيبت بالسل، لغة تعاني من دوران الرأس، لغة تعاني من الإسهال الشديد، لغة تعاني من ضعف القلب أو قل لا قلب لها، إلى غير ذلك من الأمراض. فلاحظوا أولا أن الميرزا قد تحدث باللغة العربية نزولا عند رغبة بعض أتباعه، وذكر منهم محمد شريف عودة وغيره، لأنهم أحسوا أن إمامهم عيب وعار ومن الشنار أن لا يتحدث باللغة العربية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي وأخواتي العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أود أن أخاطبكم اليوم بإيجاز بالأردية وأن يترجم كلامي ترجمة فورية إلى العربية ولكن بإلهام من السيد محمد شريف عودا وإخوة آخرين قررت أن أقرأ الترجمة العربية لرسالتي هذه فأهمية هذا اليوم دفعتني لأنال حظا من فيضه وبركاته. ثم ها هم أولئك يكتبون له في الأوراق كلمات معدودة، وكان الميرزا مسرور كأنه يشتغل آلة نقل الأوراق. قل الرجل الآلي الذي يقرأ قراءة الآلي الذي يعاني من خلل في الدماغ وخلل من نقصان الكهرباء فينقل الأوراق وقد كتب له فيها كلمات معدودة، وأنا أعتقد أنه قد كتبوها له باللغة الأردية ويقرأ اللغة العربية من خلال اللغة الأردية، وإلا فما قاله الميرزا لا يرقى أن يكون لغة عربية. قلت تلحين الكلام، الميرزا يلحن الكلام أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره مما هو معتاد منه، لأنه يحاول أن يؤثر بذلك اللحن على الناس، وإلا فلا يحتاج إلى ذلك التلحين لمن آتاه الله عز وجل قدرة للحديث باللغة العربية. ثم بعد قوله إخواني وأخواتي كان بوده أن يخاطب الناس العرب بزعمهم أن يخاطبهم باللغة الأردية وتترجم بكلمات مرقونة يتابعها العرب وهم يستمعون إلى إمامهم يتحدث باللغة الأردية. ولكن أليس من العيب والعار أن يحدث العرب بغير لغتهم؟ وحتى ولو حدثهم باللغة العربية أليس من العيب والعار أن يحدثهم بلغة هزيلة ركيكة؟ ودعنا نستمع إلى بعض الأقوال التي تفضح الميرزا مسرور من خلال كلام جده. فنقرأ في الصفحة 41 من كتاب الهدى والتبصرة لمن يرى. قال الميرزا غلام أحمد القادياني يشنع على الملوك والأمراء يقول: فحاصل الكلام أن الملوك والأمراء لا يقدرون على أن يزيلوا الأهواء، وكيف يهدون غيرهم وهم يمشون كناقة عشواء؟ وكيف يتوقع من قلب زائغ أن يقوم نفسا ذات عدواء، وأن يسعد الأشقياء، وأن يأخذ بيد المتخاذلين ويقود الضعفاء، وأن يفتح عيون العمين، إلى أن قال ثم من معائب هذه الملوك، انظروا إلى لغة الميرزا أيضا، ثم من معائب هذه الملوك أنهم لا يشيعون العربية ويشيعون التركية أو الفارسية، وكان من الواجب أن يشاع هذه اللسان، لغة رديئة من الميرزا، أن يشاع هذه اللسان في البلاد الإسلامية. انظروا ماذا يقول الميرزا باللغة العربية: فإنه لسان الله ولسان رسوله ولسان الصحف المطهرة. وهذا ما قاله الميرزا مسرور في بداية خطبته. ولا ننظر بنظر التعظيم إلى قوم لا يكرمون هذا اللسان ولا يشيعونها في بلادهم ليرجموا الشيطان، وهذا من أول أسباب اختلالهم وأمارات وبالهم، فإنهم تنايلوا على دمنة من حديقة مطهرة ونبذوا من أيديهم حريبتهم ومزقوا عيبتهم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو أرفع وأعلى، وشابهوا قوم موسى. ولو أرادوا لجعلوا العربية لسان القوم، ولو سلكوا هذا المسلك لعصموا من اللوم، فإن العربية أم الألسنة وفيها أصناف العجائب وولائع القدرة. فمثل رجل مسلم يترك العربية ويفضل عليها ألسنة أخرى كمثل دنيء يتمشش الخنزير ويترك طعاما هو أطيب وأحلى،
فلا شك إلى آخر الكلام. إذا فالميرزا مسرور مثل دنيء يتمشش الخنزير، وهو أيضا إنسان استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولو أراد خيرا فإنه لا اعتنى باللغة العربية واهتم بنشرها والحديث بها إن أراد أن يكون في المستوى الذي أراده جده. ثم ها هنا الميرزا مسرور لم يقرأ أن جده كان قد شنع على أتهم أنه لا يحسن اللغة العربية. يقول الميرزا غلام أحمد القادياني في سراج منير الصفحة 16 روحاني خزائن المجلد 12: وما يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن هذا الرجل، ويقصد بذلك أتهم، قد ارتكب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إهانات شديدة تقشعر لها الأبدان، كما أن كتبه مليئة بعبارات التحقير والإهانة والشتائم، ولا يوجد مسلم لا ينفطر قلبه وكبده انفطارا حين سماعه لمحتويات تلك الكتب. إن هذا الرجل في منتهى الجهل رغم أساليبه المتحذلقة والشريرة، وليس لديه أي معرفة باللغة العربية، ولا يستطيع حتى أن يكتب بأسلوب أدبي في اللغة الأردية. إن هذه النبوءة ليست وليدة صدفة، إلى آخر الكلام الذي قاله الميرزا غلام في عبد الله في آتهم. إذا ها هنا فإنه يشنع على آتم أنه ليس لديه معرفة باللغة العربية ولا يستطيع أن يكتب بأسلوب أدبي في اللغة الأردية. وماذا عن حفيدك يا ميرزا غلام أحمد القادياني خادم الإنجليز؟ انظر إلى حفيدك أو خليفتك الخامس وهو يتحدث بلغة عربية ركيكة هزيلة، أقل ما يمكن عنها أن يقال إنها لغة مهلهلة مهترئة مرقعة. ثم لنا ملاحظات بعد ذلك. يقول الميرزا غلام أو الميرزا مسرور يقول: ليس هناك في نبي حي في السماء إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في غمرة فرحه بهذه الفكرة فإنه يتناقض مع ما أشار إليه جده في روحاني خزائن المجلد 8 نور الحق الحصة الأولى الصفحة 69. يقول الميرزا غلام أحمد القادياني: هذا هو موسى فتى الله الذي أشار الله في كتابه إلى حياته وفرض علينا أن نؤمن بأنه حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين. إذن فمن خلال خطبة الميرزا إلى العرب فإنه يدلس عليهم ويذكر لهم أمورا يتناقض فيها مع ما سطره من يعتبرونه نبيا وما سطره من يعتبرونه إماما ومسيحا ومهديا معهودا كما قالوا. نواصل أيها الأفاضل الكرام. يقول الميرزا غلام أحمد القادياني في كتابه منن الرحمن الصفحة 81 و82: يقال: أعرب الرجل إذا كانت في كلامه الإبانة والإيضاح والرزانة، وما كان كرجل لا يكاد يبين. وأما الأعجم فهو الذي لا يفصح كلامه ولا يحفظ نظامه ولا يري حلاوة اللسان ولا يرتب أعضاء البيان، بل يأكل أكثرها ويري بعضها كعضين. فالميرزا مسرور قد جمع ما قاله جده في هذه الكلمات، فهو شخص لا يكاد يبين ولا يفصح ولغته مهلهلة مهترئة كما قلنا أو كما قلت غير ما مرة. ثم إن الميرزا غلام أحمد القادياني ذكر أمورا في الخطبة أو في الرسالة التي أرسلها إلى أهل مكة وإلى أهل المدينة من العرباء، وهؤلاء يرجو أن يأتي إليهم وأن يزور
مشاهدهم وأن يمشي في سككهم إلى غير ذلك مما قال. ولكن نحن نعلم علم اليقين أن الميرزا قد تمنى هذا ولم يحقق الله عز وجل له ذلك، فقد أخزاه الله بأن أخلف ما تمناه ولم يحقق له ذلك، بل إنه قد قال إنه سيحج ولكنه لم يحج بعد ذلك فأخزاه الله عز وجل. ونحن نعلم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى عليه السلام يحج أو يعتمر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ثم تحدث عن تلك المهمة السامية التي قد ضخم منها والتي قال إنه ليس هناك شيء أعظم منها بعد إيمانه بنبوة هذا البوال خادم الإنجليز. فيقول يعرفون الفقه أو العربية يعرفون العربية أو النطق بالعربية، يعرفون العربية نطقا وفهما. ونسأل الميرزا مسرور ونقول له وماذا عنك أيها الخليفة الدجال تابع الميرزا خادم الإنجليز. هناك مسائل أخرى لكي لا أطيل على الإخوان الأفاضل من باب التنبيه والبيان. الميرزا المسرور اختار اللغة العربية كما قلت لكم لكي يدغدغ بها مشاعر المؤمنين به، فيقول انظروا إلى إمامنا كيف أنه حدثنا بالعربية، ويحاولون أن يرسموا صورة العملاق، صورة الخليفة العظيم للميرزا مسرور، ولكنه قمئ ولكنه دنيء ولكنه لا يرقى إلى المستوى المرجو. وها جده يفخر أو أبوه حتى إن صح، لأن الميرزا قال إنه يعتبر بمثابة الأب لجميع أبناء جماعته. يقول في منبر الرحمن الميرزا يقول الميرزا غلام أحمد في الصفحة 45: ثم علمت من كلام الله ذي القدرة أن العربية مخزن دلائل النبوة ومجمع شواهد عظمة هذه الشريعة. فإذا كان الأمر كذلك فإن الميرزا مسرور محروم من هذا المخزن ومحروم من هذه الشواهد العظيمة، وإنه لا يشتط اشتطاطا بعيدا من توجيهات إمامه الكبير الذي قال في منن الرحمن في الصفحة 69: وكل ما اقتضته القوى الإنسانية وابتغته التصورات الإنسية وكل ما طلبه حوائج فطرة الإنسان فيحاذيها مفردات هذه اللسان مع تيسير النطق وإلقاء الأثر على الجنان، فاتبع ما جاءك من اليقين. ثم سياق هذه الآية يزيدك بالدراية، وذكر الآية الرحمن علم القرآن، لأنه في معرض حديث عن اللغة العربية التي قال فيها وفاقت كل لغة في إبراز ما في الضمائر وساوى الفطرة البشر كتساوي الدوائر وكل ما اقتضته القوى الإنساني وابتغته التصورات إلى آخر ما قال. فإنه تحدث عن تيسير النطق، والميرزا مسرور يعاني الأمرين ويعاني صعوبة شديدة في عملية النطق بالحروف وأن ينطق لغة عربية سليمة. الميرزا عندما ذكر أيضا اللغة العربية قال: بل هي لغة إلهية علمها الله تعالى الإنسان بمشيئته الخاصة وبوحيه وبإلهامه، وأنها ليست اختراع بشر. وإذا كانت العربية هي اللغة الإلهية الإلهامية بين جميع اللغات، فلا بد من الاعتراف أيضا أنها وحدها كانت أهلا لنزول القرآن بها. فسبحان الله من خلال هذا الكلام يتبين أن الميرزا مسرور ليس من البشر. إذا كانت اللغة العربية لغة إلهية علمها الله تعالى للإنسان، فقد نقول إن الميرزا الميرزا مسرور دودة من تلك الديدان وليس من البشر، وأبعد ما يكون عن البشر إذا كانت اللغة
العربية لغة إلهية يعلمها الله عز وجل للإنسان بزعم الميرزا. طيب أكتفي بهذا القدر أيها الإخوان، وحياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لقاء قريب بحول الله، مع تحيات أبي أنس علي الصارم الصقيل من المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.